كده احنا يعتبر بعد توفيق ربنا طبعا ووجود الاستاذ ابراهيم دشيشه رئيس مجلس الاداره ومؤلف الملحن محمد رفاعي، احنا يعتبر احنا عاملين الشركه على ايدينا. يعني احنا اللي طلعنا بالموضوع وبدانا القصه من البدايه خالص، من اول ما اخترنا مقر الشركه وبدأنا في إجراءات الأوراق والتصاريح والكلام ده كله. فإحنا يعتبر إحنا عملنا الشركة علشان نبتدي نعمل الألبوم يعني، ولذلك خدت مننا مجهود كبير جدا والله. يمكن ناس كتير ما تعرفش التفاصيل اللي عاملة ازاي، وتفاصيل انك اللي بيعمل ألبوم ده بيتعب قد ايه. فاللي بيبني شركة اصلا علشان يبني ألبوم ويبتدي يبني كيان من جديد في ظل الظروف اللي احنا فيها والمشاكل الانتاجية والمشاكل السياسية اللي احنا فيها دي، كان تحدي كبير جدا بالنسبة لنا. فإن احنا نوصل للمرحلة دي، وانا بصراحة يعني كان في مجهود وكان في قرص ودان بقى كده من الأستاذ ميمي والأستاذ رفاعي عشان نوصل للمرحلة دي في الجيم والتمارين والصحيان بدري والأكل والكلام ده كله. كان مجهود كبير والله، والحمد لله. يمكن الناس لما بتقابلني الناس مبسوطة، وفي ناس طبعا في بقابل بعض التوجيهات او الانتقادات، لان انا دايما بقول للناس اللي يشوف حاجة مش عاجباه يقول لي. يعني الناس تقاومني علشان نطلع بأحسن حاجة، مش نسقف ونطبل واحلى حاجه، لا طبعا ما بحبش كده خالص. بسمع من ناس اراء مختلفه وبسمع من ناس كتير، بس في المجمل الحمد لله النتيجه مرضيه. ويا رب لو البدايه كده، انا الحمد لله بقول الحمد لله راضي جدا، وان شاء الله الخطوات اللي جايه تبقى فيها تركيز اكتر وفيها دقه وفيها حرص اكتر، وان شاء الله نعمل حاجه احسن. هو من حظي والله ان انا الحمد لله تعاملت مع ناس اساتذه كبار طبعا من جيل، يعني من جيل محمد رفاعي، عمرو مصطفى، ويمكن في ناس على فكره اشتغلت معاهم ولكن لسه اغانيهم ما نزلتش في الالبوم. محمد يحيى ومحمد رحيم وامير محروس، مش عايز انسى حد، وليد سعد. في اسماء كبيره جدا. انا يعني كنت محظوظ والله في البدايه ان انا في اول البوم ليا اشتغل مع اسماء كبيره زي دي. والاسماء اللي موجوده في الالبوم يعني محمود خيامي، محمد رفاعي، عمرو مصطفى، مصطفى جاد، نور الدين محمد، توما، تميم، عادل عايش، فهد، كل الناس بصراحه، خالد نبيل. انا مش عايز انسى حد والله، لكن الحمد لله التوليفه كانت في النهايه فيها اختلاف وفيها تنوع. ال 13 اغنيه يمكن كل اغنيه ليها شكل. الحمد لله ربنا يكتب لنا كده برضه شويه الحظ دول في الالبومات اللي جايه. ممكن لو اتطلب مني، لكن انا في المقام الاول مطرب ومش ملحن يعني، ولكن التلحين ده حاجه فرعيه بتحصل لما انا بحس ان انا يعني حابب الحن حاجه او جات لي كلمات حلوه. وانا دايما متعود انا والشاعر نور الدين محمد لما بنقعد ورشه عمل كده بنطلع حاجات حلوه بنخليها، سواء انا هغنيها او غيري هغنيها. احنا لما بنحب نقعد نشتغل بنشتغل يعني نطلع اغنيات. لا هو في سياق الكلام لو جينا نبص على اغنيه خط الحياه هنلاقي ان الاغنيه بتمثل حاله عامه لكل الناس والفئه المطحونه او الفئه اللي بتمر بمعاناه كبيره جدا، وده عموم الشعب المصري على فكره. فانا كنت بتكلم بلسان حال الفئه دي لان انا واحد منهم، وانا واحد من الناس اللي تعبت كتير. والاغنيه دي على فكره لما يعني بتمثل تجربه شخصيه لواحد تعب واشتغل ومش عارف ايه، وحس بشويه في لحظات كده ضعف ولحظات يأس ان الموضوع ممكن ما يجيش. وان انا النهارده مثلا انا بغني من وانا عندي 9 سنين او 10 سنين، نفسي بستني اللحظه اللي انا ابقى معروف فيها او ان ربنا يكرمني وانجح. فالواحد بيقابل خبطات كتير كده في حياته، بيحس ان هو ممكن الدنيا ما تجيش او ان هو فخط الحياه مشوار كده، معاناه كده صغير. انا في 3-4 دقايق جوه الاغنيه كنت بحاول اتكلم بلسان حال ناس كتير عانت نفس المعاناه بتاعتي دي وعايشه في نفس الظروف الصعبه دي. وما كنتش شايف ان فيها الفاظ، يعني فيها الفاظ من اللي احنا بنستخدمها، يعني اللي هو موجوع وظهري محني من هم، يعني من كتر الهموم اللي عندي راح العسل والشهد من فمي وسكن مكانه مر طعم الصبر والدنيا مستحليه كسرتي وألمي. يعني احنا بنتكلم زي ما لسان الناس بيقول، الناس بتتكلم في الشارع
اللي مطحون واللي تعبان واللي متضايق يا رب تكون وصلت، وانا شايف ان هي الحمد لله يعني وصلت لناس كتير، قاعدة العريضة يعني الحمد لله. بقول يا رب الالبوم يعجبكم، ودعواتكم في اللي جاي ان شاء الله. الخطوات اللي جايه يبقى فيها تركيز اكتر، وهيكون فيها شغل فيه حرص اكتر ان شاء الله. دعواتكم بس.